عرفنا في الحلقة اللي فاتت يعني ايه ليدرشيب، وكمان شرحنا العناصر الرئيسية المطلوب توفرها في القائد وازاي يحقق كل عنصر منهم، وكمان وضحنا نسبة أهمية كل واحد منهم، وده اللي فتح عينينا ان مش كل شخص شاطر في شغله يقدر يكون قائد ناجح. وبعدها كملنا بأهمية ليدرشيب سكيلز العظيمة إذا كان في حياتك الشخصية أو المهنية، واستكملنا حلقتنا بازاي أقدر أنميها وأطورها بشكل عام، وختمنا حلقتنا بأهم المهارات المؤثرة على القائد واللي لازم يهتم بيها ويتعلمها عشان هتفرق معاه في حياته جدا. فاستكمالا للحلقة اللي فاتت، فالنهارده جه دور نعرف انواع القاده المختلفه وايه اللي بيفرقهم عن بعض، وهنوضح بعض النصايح المهمه عشان تقدر تكون قائد افضل. معاكم محمد الصواف من قناه رحاله، فما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا نبدا. فخلينا في البدايه نبدا نوضح انواع القاده، وببساطه التقسيمه دي معتمده على حاجتين اساسيين، وهما تعامل القائد مع الناس وتعامله مع تحليل النتائج والارقام. فهتيجي تبص على انواع القاده هتلاقيهم بينقسموا لخمس انواع رئيسيه. الاول هو القائد الانسان او الكيوت زي ما بنقول عليه، وبيكون اهتمامه مركز على احتياجات الفريق وعلى خلق بيئه عمل وديه ومريحه، بس للاسف بتلاقي ان الانتاجيه مش افضل حاجه بسبب انه مرخي الحبل قوي مع الفريق. وهتلاقي عكسه القائد المتسلط، وده بيحقق كفاءه انتاجيه عاليه قوي وبيحقق الاهداف المطلوبه والمرجوه، بس ما بيهتمش لبيئة العمل ولا لمتطلبات الفريق ابدا. وهتلاقيه بيدفع كل شخص ان يجيب اخره من خلال الضغط عليه، وغالبا مش بيكون محبوب بسبب كده. وما بين الاتنين القائد المتوازن، وده بيحقق الكفاءة الانتاجية من خلال الموازنة بين متطلبات ومعنويات الفريق وتحقيق الاهداف والنتيجة المطلوبة. وطبعا هتلاقيه كده نزلنا تحت خالص تاني اللي هو القائد الضعيف او المتخاذل، فده هتلاقيه اهتمامه بالناس يا دوبك واهتمامه بالنتيجة مش موجود اصلا، وده لا يصلح اصلا ان يتقال عليه قائد. واخيرا القائد المتكامل او الهيرو زي ما بنقول عليه، وده بيعرف يحقق انتاجيه عاليه وبيحقق الاهداف المطلوبه، وكمان بالاضافه انه بيهتم جدا باحتياجات الفريق وبيخلق بيئه عمل وديه ومريحه، وبسبب كده بيكون محبوب وناجح جدا. وعشان تكون قائد متكامل او هيرو زي ما بنقول، ففي بعض النقط والمهارات اللي لازم نهتم بيها جدا، وده اللي هيدخلنا على ازاي تكون قائد افضل. فاول حاجه لازم تعملها عشان تكون قائد متكامل، فلازم تخليك انفلونس، عندك تاثير، ودي بتكون القدره على توجيه الاخرين بطريقه ايجابيه لتحقيق الاهداف المشتركه. ولان القائد بيكون ليه ناس تابعين ليه، فلازم يعرف ياثر عليهم ويوجههم بشكل ايجابي وتحديد طريقه توجيههم كمان. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تهتم بمهارات الاتصال والاقناع وفهم افضل لاحتياجات وتطلعات الاخرين. اتمكن من تحديد الاولويات، وهي القدره على تحديد وترتيب الاهداف والمهام بحيث تقوم بتحقيق الاهداف الرئيسيه. فلازم تقدر تحدد اهم النقاط اللي من خلالها تقدر تحقق نتائج عاليه، وخليك عارف دايما ان الاشياء المهمه تاتي اولا. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تقوم بتحسين مهارات التخطيط واداره الوقت، وكمان اتخاذ القرارات الفعاله حول الاولويات. تمتع بالنزاهه، والنزاهه هي الالتزام بالقيم والاخلاقيات في اتخاذ القرارات والتصرفات. فلازم انت كقائد بتختار الحاجات اللي بيقولك عليها ضميرك انها صح، وبتختار الحقيقه وبتبعد عن الكذب طبعا، وتكون صادق مع نفسك ومع الناس التانيه، وعندك احترام لكل الناس اللي بتتعامل معاهم. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تقوم بتعزيز الوعي بالقيم والاخلاق. تمتع بالقدره على التغيير الايجابي، وهي قدره القائد على تغيير الموقف وجعله يظهر في صوره ايجابيه وتحقيق تغيرات ايجابيه داخل المنظمه، وقدرته على تحويل المواقف الصعبه لفرص تقدر تستغلها، فيقدر يبعد تفكيرك عن الحاجات السلبيه اللي انت شايفها ويركزها على حاجات ايجابيه تقدر تعملها. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تقوم بتعزيز مهارات التحفيز والالهام. تمتع بمهارات حل المشكلات والقدره على التعامل مع التحديات والمشكلات بطريقه فعاله، وده غالبا بيجي بالخبره الناتجه من وعيك في المشاكل المختلفه. فلازم يكون عندك سرعه بديهيه وتحلل الموقف بسرعه عشان تبدا تحدد الاستراتيجيه المناسبه اللي هتمكنك من حل المشكله دي بكفاءه وبسرعه، كمان خطه بديله في حاله الخطه الاولى ما نجحتش. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تقوم بتحسين مهارات التحليل واتخاذ القرارات وتنميه الابداع في مواجهه المشكلات. تمتع بسلوك ايجابي، وهو عباره عن الاستجابه الايجابيه والتعامل البناء في مواجهه التحديات والظروف. فلازم يكون سلوكك كقائد ايجابي ومميز، وبتحب تساعد الغير ومتفائل دايما. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تقوم بتحسين التفاؤل والتصالح في مواجهه الضغوط وتعزيز السلوك الايجابي في الفريق. خلي عندك القدره على تحفيز افراد الفريق، فلازم تفهم الافراد وتحفزهم وبناء علاقات فعاله معاهم ومع الفريق. فلازم عشان تكون قائد ناجح تكون عارف ايه اللي بيحفزهم كويس قوي وايه اللي ممكن يضيع الحماس ده عشان تبدا تبعد عنه. فلازم تكون فاهم كل فرد في الفريق عندك عشان تطلع منه احسن نتيجه. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تقوم بتحسين مهارات التواصل وتطوير الفهم العميق لاحتياجات الافراد. تمكن من بناء علاقات بسهوله، وخصوصا بينك وبين افراد الفريق، والحفاظ على العلاقات المهنيه والشخصيه، وساعات يفضل انك تفرق بينهم. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك، فلازم تقوم بتحسين مهارات التواصل وتطوير الفهم العميق للافراد. خليك ملتزم، فلو ما كانش القائد ملتزم فده هينعكس على باقي الفريق. فلازم تكون قدوه للناس
الناس اللي معاك وتكون ملتزم عشان يكون هم كمان ملتزمين. فالقياده مسؤوليه، فبتخليك لازم تكون ملتزم وخصوصا قدام الناس اللي المفروض تقودهم. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك فلازم تقوم بتعزيز الانضباط الشخصي وتحفيزه واللي بيتعلق بالسلوك الفردي او الجماعي. دايما حاول تطور الفريق، فتطوير الفريق وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم من خلال التدريب امر مهم، وده عشان كلهم يطلعوا باحسن صوره ونقدر نحقق احسن النتائج، لان القائد الناجح هو اللي بيخلي الفريق بتاعه مترابط بصوره كبيره. وعشان تقدر تطور القدره دي عندك فلازم تقوم بوضع خطط تطوير للموظفين وتوجيههم نحو تحقيق اقصى امكانياتهم. فبمجرد تحقيق ال10 نصايح اللي قلت لك عليهم دول فاكيد هتكون قائد عظيم يقتدى به. وبكده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا، اتمنى ما كنتش طولت عليكم وانتظرونا في الحلقات اللي جايه، وافتكر ان بدايه رحلتك دايما هتكون من هنا. مع السلامه.